عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء جديد مع محمد عامر المغازي، ضابط سابق في القوات المسلحة، وفي كلام مهم. هنتكلم النهاردة على موضوع بقاله يومين داير على السوشيال ميديا وفي حالة سخونة بخصوصه. أول حاجة لازم نقول إن الكلمة لما بتخرج من شخص هي أقوى من الرصاص أحيانا، وخاصة لما تكون بتصدر من مسؤول ذو حظوة ورؤية وكلمة قد ينتج عنها تراشق بين شعبين بينهم كل المودة والحب والاحترام منذ قدم التاريخ. السيد اللواء بسام عطية، وهو أحد مستشارين الأمن السعودي إن لم يكن هو أكبرهم وأقدمهم، في أحد المؤتمرات بالسعودية تحدث بكلام أوجعني أولا كمصري، وكأنه يتباهى بالاقتصاد السعودي والرؤية السعودية على حساب ما يحدث للمصريين الآن. سيدي الفاضل، يجب أن نتعلم جميعا، وأنت أستاذنا ودعني أتحدث منك كضابط سابق، يجب أن ندرس كلامنا كويس قوي وما نطلعوش اعتباطا، وخاصة لما نكون أشخاص مسؤولين، يعني الكلام ده بينتج عنه مشاكل كتيرة جدا. واسمح لي، أنا أتفهم إن أخذتك بعض الجلالة والعزة أثناء التحدث في المؤتمر، وأنك تريد وتشيد بما يحدث بالسعودية الآن والنمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي في السعودية، ولكن سيدي الفاضل لا تجرح في الآخرين. واسمح لي أن أتحدث معك بمنتهى الصراحة وأنت أخ فاضل قبل أي شيء. سيادتكم، الاقتصاد المصري هو في حالة نمو، وأن العالم كله على رأسهم أمريكا تقترض. ده في أزمة كبيرة ما بين وزيرة الخزانة وبين الكونجرس لرفع سقف المديونية حتى يستطيعوا أن يستدينوا ليدفعوا فوائد ديونهم. ديون أمريكا 31 تريليون دولار، مش مليار، تريليون دولار. وأخشى أن الفترة القادمة أمريكا لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ومديونياتها، فهي ليست سبة وليس عيب. وتعالى نتكلم يا فندم، إيه اللي خلى الاقتصاد المصري بيترنح من فترات طويلة؟ أظن كلنا عارفين الاقتصاد المصري في أيام الملك فاروق، ثم بعد ذلك الاقتصاد المصري تجرع ضربات قوية نتيجة حروب دافع فيها عن عزة وكرامة العرب، وأنت منهم. مصر تتحمل إلى الآن أعباء حروب عربية للدفاع عن الأمة العربية، وأنت منهم. فسيادتك ما تكلمناش دلوقتي على إن احنا ظروفنا صعبة، لكن احنا في حالة نمو وهنبقى أحسن من كده. سيادتك، مصر بتتحمل قدر من اللاجئين يكاد أن يصل إلى تلت أو نص تعداد سكانك. يا فندم حضرتك ما ينفعش إن احنا نقول كلام نجرح بإخواتنا، ما ينفعش، احنا ما نقدرش. مصر استقبلت اللاجئين من كل حدب وصوب، 4 دول مقيمين تقريبا عندنا. لا قلنا لهم هاتوا فلوس، ولا انتوا قسمتونا رزقنا، ولا بل استقبلناهم بالكامل برغم الظروف. وهي دي مصر، برغم الظروف الاقتصادية اللي حضرتك بتعايرنا بيها. كنت أتمنى أن يكون أن تنحى نحو آخر، وأن تتحدث بلباقة وكياسة أكثر من ذلك حتى لا تجرح أخيك، وخاصة أن أخيك ما هو فيه كان بسبب العرب ولا زال هو أمة العرب. سيادتك تقول وأنا أؤيدك أن السعودية تضع نقاط مضيئة على التاريخ، ولكننا نحن التاريخ. فسيادتكم أرجو التأني والتحدث بكياسة قبل أن تجرح أخيك. وأخيرا، سيادتكم معروف أن الأزمات الدولية تصب في مصلحة وتيجي على حساب ناس تانية، تانية. خلينا نتكلم على أزمة الكورونا. أخبار سعر البترول وقت أزمة الكورونا كان كام؟ برميل البترول كان أرخص من برميل البيبسي، كان أرخص من برميل المية. فما نتكلمش على كده. نحن نتمنى الخير والنماء والإصلاح الدائم للمملكة العربية السعودية، فنحن امتداد لهم وهم امتداد لنا.
فأرجو من سيادتكم توخي الكثير من الحذر مستقبلا، وألا يأخذنا الحماس حتى لا تخرج مننا كلمات تصيب شعوب بذاتها. وأرجو من الإخوة المصريين أن يتجرعوا هذه الكلمات بهدوء وبهدوء، فلكل جواد كبوة، وأن لا نرد بأي أسلوب، فالسعوديين إخوتنا وحبايبنا وأشقائنا، ولا يمكن أن نكون معول في عمل صدع بين الدولتين. وتحيا مصر وتحيا السعودية. وإذا كنت الكلام ده عجبك أرجو الدعم بالشير حتى يصل للجميع ويتفهم الكلام ده ويجعله عامر. سلام عليكم.